في سؤال بيقول كيف أعرف أصرف قديش على البيت؟ أعتقد هو السؤال ده يعني عايز تعرف أنت قد إيه تقدر تحصّل بيت طبقًا لدخلك الشهري. ده بيتوقف على عدة عوامل أهمها اللي هو بنقول عليه الdebt to income ratio. الdebt to income ratio ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الديون اللي بتدفعها شهريًا مقارنةً بالدخل الشهري بتاعك. ده بيتضمن عدة حاجات، سواء مثلًا كان عندك credit cards، عندك وساب بتدفعه، قسط سيارة، أي حاجة من الحاجات اللي هي الالتزامات الشهرية. طبعًا ده بينضاف عليها قيمة المورتجage، بينضاف عليها قيمة الضرايب العقارية، بينضاف عليها نُص الغاز، و يعني حبّة صغيرة كده أهوّة للكهربا وكلام من ده. طَب أنا إزاي أقدر أعرف أنا أقدر أحصّل بيت في حدود قد إيه؟ سهلة جدًا. كل اللي عليك إنّك أنت بتستشير يا إمّا mortgage broker أو الreal estate بتاعك، المفروض يقول لك الكلام ده كُلّه. لو عندك أي استفسار قُل لي، حُط سؤال في الcomment وأنا هارُد عليك مخصوص.